الفيديو اللي فات اتكلمنا عن المكونات الرئيسية في أي أسانسير، واتكلمنا على كيفية اختيار ماكينة الجر. المرة دي عايزين نتكلم ايه الفرق بين الماكينة الجير والماكينة الجيرلس. يعني وانا بختار ايه اللي يخليني اروح للجير وايه اللي يخليني اروح للجيرلس. هنتكلم عن الجير. ماكينة الجير هيبقى بتستعمل طاقة او كهرباء اكتر، لان نفس الحمولة، وليكن في الجير بنختار 5.5 كيلو وات، في الجلس بنختار اولموست 3 كيلو وات، فهي بتستهلك حمولة، بتستهلك كهرباء اكتر، وهي شغالة بتعمل ضوضاء. يعني لو انت واقف جنب غرفة الماكينات هتحس ان في صوت للماكينة، ده ناتج عن طبعا الجير في الماكينات. الجير بيشتغل داخل حوض من الزيت، وبالتالي في صوت مسموع بخلاف بعض الاصوات الاخرى، وليكن اللي احنا بنسمعها بتاعت فرملة الجر اللي موجودة في الحالتين. لكن في ميزة، يعني احنا قلنا عيبين او بلاش عيوب، بنقول يعني ايه الفرق بين الاثنين. في هنا ميزة ان هو سعر الماكينة هيبقى ارخص من مثيلاتها في الجيرلس. من ضمن الحاجات اللي في الماكينة الجير هي عبارة عن موتور زائد جير، فحجمها كبير وبالتالي وزنها كبير، وعشان ارفعها لغرفة الماكينات بستعمل معدات تشيل الاوزان اللي هي فوق ال 250 كيلو جرام اولموست، يعني وانا طالع، يعني على حسب الماكينه بتشيل افراد قد ايه. ما ينفعش استعمال الماكينات الجير الا بغرفه ماكينات، يعني نو واي ان انا استعملها بدون غرفه ماكينات، لازم يكون في غرفه الماكينات. في بعض الامور على فكره بتركب اسفل، بس دي امور بتبقى نتيجه بعض التصميمات الخاصه، ورغم كده بنعمل طراد توجيه فوق، وبيبقى برضه زي وجود غرفه، بس غرفه صغيره. يعني من ضمن الحاجات بتاعت الماكينات الجير ان فيها اويل، يعني بنحط زيت جوه الجير بوكس لعمليه التزييت والتبريد، واي جير بوكس لازم يبقى جواه زيت زي ما احنا عارفين، وده ليه لايف تايم. الزيت ده ليه لايف تايم. الناحيه الثانيه بقى في الجيرلس، احنا قلنا الجير هيكلفنا كهرباء شويه، الجيرلس هيكلفنا كهرباء اقل. كوايت اوبريشن، يعني هادي، صوته هادي، مش هسمع له صوت. الصوت كان ناتج، احنا قلنا على الجير بوكس. سعره هيبقى غالي بنسبه، يعني انا ما قلتش نسبه معينه، على حسب الموديل اللي انت تشتريه. في طبعا في الماني، في ايطالي، في تركي، بس على الاقل لو انت بتتكلم في نفس البراند او في نفس الدوله، خلينا في نفس البراند، الاسعار هتفرق مش اقل من 15%. طبعا وزنه خفيف، يعني بتتكلم احنا هناك كنا بنتكلم في حوالي 250 كيلو جرام، احنا بنتكلم هنا في 40 كيلو جرام لنفس حموله المصعد الويت. يعني مفيش مينتننس، او اولموست المينتننس فري مينتننس، لان ما عنديش زيت وما عنديش جير بوكس، وبالتالي انا مش محتاج لتغيير الزيوت زي ما انا شغال في الجير. يبقى لما نيجي عميل عندي ويطلب اسانسير، انا بخيره، انا اما اشغل لحضرتك ماكينه جير او جيرلس. كمان في الجيرلس تنفع تركب في غرفه ماكينات، وتنفع تركب بدون غرفه ماكينات، تركب جوه البير. فانا بخيره، والله ده الجير وده الجيرلس. فرق السعر في الاخر انت اللي بتقرره، بس لازم ننبه العميل برضو، او احنا كشركات او احنا كناس شغاله في المهنه، لازم نبقى فاهمين في حاجه اسمها عندنا حاجه اسمها initial cost و running cost. initial cost اللي هو لو احنا جبنا الاسانسير ب 100,000 فور اكزامبل، ده الانيشال كوست. الراننج كوست هيكلفني على مدار السنين اللي هشتغل فيها الاسانسير، 5 10 15 سنه، كام؟ لو هيكلفني 100 بلس 100، يبقى دي الاسانسير بقى ب 200,000 في الراننج كوست، الانيشال كوست. نيجي للناحيه الثانيه، الانيشال كوست في الجيرلس وليكن ب 130 140 150 وليكن. طب في الراننج كوست سي هيكلفني 30 40 50. فلازم انبه العميل، انت النهارده يا عميل انت بتحسب على الانيشال كوست ولا بتحسب على الراننج كوست؟ على الراننج كوست اكيد الجيرلس هيبقى احسن، اكيد، لان النيو تكنولوجي بيوفر في الطاقه. جميع الحاجات الحديثه بنقدر نتعامل معاها، زي الدرايف، زي الانكودر. طبعا لما بيبقى في باب اوتوماتيك بيفرق كتير.
بيبقى فيه كومفورت كومفورتبل في الرايد، يعني وانت راكب حاسس بالاسانسير سوفت ستارت سوفت ستوب، بعض الاحيان ما بتحسش ان الاسانسير اشتغل. فلازم نكون امنا مع العميل في شرح الفرق بين الاثنين وهو يختار. انا هدي لك حاجه تراديشنال موجوده بقى لها 40 50 60 70 سنه اللي هي الجير اولموست او اكتر، وهدي لك حاجه حديثه اللي هي ما بقالهاش حوالي 15 سنه، وفي مصر يمكن بقى لها حوالي 5 6 7 سنين. الفرق بين الاثنين في الفلوس في الانيشال هيبقى بالنسبه لك واضح ان الجيرلس اغلى، بس لو حطيت انيشال بلس الراننج اولموست هيتساووا، ان ما كانش الجيرلس هيبقى اوفر لحضرتك. وعلى لقاء تاني ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.